شوفي شحال زوين هذا المنظر اللي كيرسمو الخالق في كل عشيه. راه كيفكرني بالمحبه ديالو الغاليه ليا وليك. الله اللي خلق كاع هاد الشيء كنشك باللي كيشوفني ولا حتى كيعرفني. كنظن باللي الله يقدر يهتم بشي راجل تقي، ولكن ماشي بمرأة بحالي. رفقه، كون غير كنتي معنا هاد السنين اللي دوزناها معاه هو كيعلمنا. المعلم يسوع. سفيرة، عاودي لنا عليها مريم المجدلية. عافاك، عاودي لينا القصة ديالك. واخا اجيو. مزيان، خاصنا نعاودوها من الاول. ملي تلاقيتي بيسوع؟ لا، باش نفهموا قصة يسوع خاصنا نبداو من الاول، يعني منين بدات الخليقة وكيف ما مكتوب عندنا في الكتاب المقدس. في البدو خلق الله الارض وكاع الشكال د النباتات والحيوانات والمخلوقات د البحر. من تراب خلق بنادم ونفخ فيه من روحه ودار فيه نسمة الحياة. كان بنادم الأول سميتو آدم، وقال الله ماشي مزيان باش يكون آدم وحده، غادي نخلق ليه شي وحدة تعاونو وتكون معاه رفيقة في حياته. وهو ياخد الله ضلعة ضلعت آدم وخلق منها مرأة سماها حواء. وعاش آدم وحواء في حضور الله في جنة عدن اللي وجدها ليهم. وكان الله كيتكلم مع آدم وحواء وهو كيتمشى معهم في الجنة. تما ما كانت لا تمارة لا عذاب ولا موت. ووصل الله آدم، قال الله لآدم كل من شجر الجنة كله إلا من شجرة وحدة، شجرة معرفة الخير والشر، حيت إلا كليتي منها غادي تموت. ولكن واحد النهار الشيطان غرب حواء وهي تاخد من غل الشجرة المحرمة وكلات وعطات لراجلها آدم وكلا حتى هو. وفي ديك الساعة وبسبب العصيان والذنب اللي عملوا آدم وحواء تقطعت العلاقة اللي كانت كتربط بين الله والإنسان، والجنة فسدات، وحتى الانسجام بين المرأة والراجل تلاشى، والاتفاق بينهم وبين الله ما بقاش. وهو يحكم الله على الراجل باش يعيش في الشقة وتمارة والخدمة، وحكم على المرأة بعذاب الحمل والولادة وباش تكون طايعة لراجلها ديما. لكن الله عاهد بلي واحد النهار تريكة المرأة غادي تسحق راس الحية. وكيخبرنا الإله الرحيم في الكتاب المقدس على الخطة ديالو اللي وجدها باش يرجع العلاقة وشركة المحبة بينه وبين الإنسان. وراه بين الله شوية من هاد الخطة ديالو للنبي إبراهيم. كان النبي إبراهيم كيحترم الله وكيثق فيه ثقة كاملة، ووعدوا الله باللي غيباركوا وباللي غيكثر الشعوب اللي غيكونوا من تريكته. واحد النهار امتحن الله إيمان إبراهيم، حيت أمره باش ياخد ولده ويقدموا ذبيحة لله. كان إبراهيم كيعرف باللي الله وعده بتريكة من هاد الولد هذا، واخا داك الشي تقبل الله وطاع الأمر ديالو. لكن الله عيط ليه وقال: يا إبراهيم، دابا عرفت باللي كطيعني حيت ما منعتيش عليا ولدك الوحيد. وشاف إبراهيم واحد الكبش مربوط في واحد الشجرة وهو ياخدو وقدمو ذبيحة لله في عوض ولده.
كان الله كيورينا في التقديم ديالو لهاد الكبش في عوض ولد إبراهيم شوية من الخطة ديالو العظيمة باش ينجي الناس. وهاد الخطة غتهرس لعنة الخطية والموت باش تصلح علاقة الإنسان مع اللي خالقه وتردو الحياة الشركة والمحبة مع الإله ديالو. كانت تما واحد البنت كتعيش في مدينة الناصرة مخطوبة لواحد الراجل سميتو يوسف، وكانت سميتها مريم. سلام الله عليك يا المرضية. ما تخافي يا مريم، راكي مرضية عند الله وغادية تحملي وتولدي ولد وتسميه يسوع. كيفاش هاد الشي وأنا عزبة؟ روح الله القدوس ينزل عليك، وهكا القدوس اللي غادية تولديه يتسمى ولد الله العلي. وحتى اليصابات اللي كبيرة في العمر راها حاملة، وهذا شهرها السادس، هذيك اللي كيسميوها العاقرة، حيث ما كاينش شي حاجة مستحيلة عند الله. أنا خدامتك يا ربي، واللي قلتيه هو اللي يكون. ودغيا مشات مريم عند اليصابات اللي من عائلتها. اليصابات، مريم عزيزتي مريم، اللي سمعتو صحيح. مبارك انت بين العيالات، ومبارك بنادم اللي فكرتك. وكنقول مع راسي اش نكون انا حتى موت سيدي تجي لعندي. ما جيت فين نسمع سلامك حتى تحرك بنادم بالفرحة في كرشي. نفسي تعظم الرب إلهي، وتفرح روحي بالله اللي نجاني، وتفكرني في تواضعي، وتخيلي معايا اليصابات من اليوم والأجيال غادي يباركوني. وتولد يسوع في بيت لحم في زريبة البهايم، حيث يوسف ومريم ما لقاوش موضع فين يباتوا في المدينة. وبان جماعة الملائكة كيبشروا ويخبروا بولادة المخلص. وملي وصل وقت الختانة ديال الوليد عطاوه اسم يسوع اللي المعنى ديالو المخلص. من بعد خدا يوسف ومريم الولد وداوه لبيت الله باش يقدموه للرب. ملي حكات كاع اللي جرى معاها عرفت بلي يسوع غيكون أعظم من نبي عادي. أشنو كان كيقصد الملاك منين قال بلي يسوع غيكون ابن العلي؟ أكيد ما كانش كيقصد بلي الله غادي يتزوج بمرأة. لا تفكروا مزيان، بين مريم كانت عزبة، والحمل ديالها بيسوع كان معجزة حقيقية من الروح القدس. راه الله قادر على كل شيء. واش ما كتأمنوش بهذا الشيء؟ واخا ولادته كانت غريبة وعجيبة، راه تولد من مرأة بحالك وبحالي، ولكن هو كان حاجة كبيرة بزاف. بعدوا على أعمال الشر، اجيو تتعمدوا والله غادي يغفر لكم ذنوبكم. راه الله براسو خبر بهذا الشيء ملي كان يوحنا المعمدان ولد اليصابات كيعمد رجال وعيالات في واد الأردن. انا غادي نعمدكم بالماء، ولكن غادي يجي اللي قوى مني، وانا ما نستاهلش نحل السيور النعال اللي في رجليه،
وراه هذاك هو اللي غادي يعمدكم بالروح القدس والنار، وغادي يفرق الحب على التبن ويجمع القمح في الخزين ديالو. ونزل الروح القدس على يسوع المسيح في صيفة حمامة، وجا واحد الصوت من السماء كيقول: انت ولدي الحبيب وبيك فرحت. ومن بعد المعمودية ديالو مشى يسوع كيعلم في النواحي ديال المنطقة، وكان تعليمه كيبرهن على السلطان اللي عنده. ماشي هذا ولد مريم؟ هو سكتينا. روح سيدي ربي عليا، اختارني باش نخبر المساكن بالاخبار اللي كيفرح. صفتني نخبر المحبوسين باللي غادي يطلق سراحهم، والعميان باللي غادي يشوفوا، وباش نعطي الحريه للمظلومين، ونخبر بالوقت اللي فيه غادي يقبل الرب شعبه. كيتكلم مزيان. اليوم راه تحقق المراد من هذا الكلام اللي قريته عليكم دابا. تحقق هذا الكلام؟ ولكن ما كاين غير المسيح اللي يقدر يحققه. كيفاش نعرفوه؟ ودهشوا بزاف الناس من كلام يسوع، والمعجزات ديالو خلاو بزاف منهم يآمنوا. يا هادي هاي عاوتاني. شكون هذا؟ هذا داك المعلم اللي من الناصرة، يسوع. السلام عليكم. لاباس. سيري فحالك، ما بغيناكش هنا. سيدي خليها، هذيك راه غير الشوفة فيها منقوسة. مريم، اش بغيتي منا يسوع الناصري؟ حنا عرفناك شكون انت قدوس الله. سكتوا. يا الارواح الشريره، خرجوا من هذه المراه. راها ماتت. قتلها، غادي يمسها. لا، نبي من عند الله ما يدير هاد الشيء. مريم يا بنت ابراهيم، راها بخير. مازال حية، هذه معجزة. شكون هذا الراجل؟ حتى الارواح الشريرة طيعاه. هذه معجزة. هذه معجزة. كيفاش؟ ما يمكنش. شكرا. 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 شكرا بزاف.
ومن ذاك النهار وليت وحده من اللي كيتبعوه، حيت بغيت حياتي ترضي الله. عشت في الخوف والعار سنين كتيرة، لكن يسوع رد لي كرامتي. راه بالسلطة ديالو خرج مني الأرواح الشريرة. زوينة ديالي سفيرة. دينا، راكي سمعتي بنفسك التعليم وشفتي المعجزات ديالو. بصح ايوا هانتي كتعرفي على سمحت في كل شيء باش نتبع يسوع، وما كانش انا بوحدي اللي تبعته. كنا في واحد الجوع روحي وجوع الذات، كنا محتاجين للي ينصحنا لطريق الله. من بعد سنين طويلة ديال المحنة ما بقات بلاصة حتى للرجاء في حياتنا، لكن يسوع كان كيزرع الرجاء فين ما مشى. شكون هذا؟ واحد الولد، هو اللي عند امه هجانه مسكينه. يا ولدي نوض. هذا شي نبي عظيم بان في وسطنا. الله صيفط اللي غادي يخلص الشعب ديالو. وإلا بغيتو غير الناس اللي كيبغيوكم اش مزيان تكونوا درتو، حيت حتى المذنبين كيبغيو اللي كيبغيوهم. وإلا درتو الخيرين مع اللي كيديروه معاكم اش مزيان تكونوا درتو. راه المذنبين كيديروا بحال هكذا. يا لطيف مسا كيفاش كيقدر يهضر معاها؟ هادشي عيب. لا، بغيو عديانكم، ديروا فيهم الخير وسلفوا بلا ما يكون فيكم الطمع، باش يكون اجركم كبير عند الله وباش تكونوا ولاد الله العلي، حيت حتى هو كينعم على نقارين الخير والمذنبين. كونوا كترحموا كيف ما الله باكم اللي في السما رحيم. كان يسوع كيعلم بلي الله ما كيشوفش في المذنب بحال واحد العدو او كيكرهه، لكن كيشوف فيه بحال الخروف الضايع، كيقلب عليه باش ينجيه ويردو للقطيعه. ما كناش كنعرفوا بين خاصنا نحبوا ونكرموا الناس الاخرين، وحتى هادوك اللي ولفنا نكرهوهم ونحقروهم من شعوب وكناس اخرى، راه كنا كنحسبوا الشعوب الاخرى بالتقاليد ديالهم منجوسين، حتى للوقت اللي اختار يسوع يدوز من طريق السامره. شكون هاد المرأة اللي كلشي حاقرها؟ راها ساميرية، ماشي هذا سبب كافي؟ يلا نمشيو نشريو ما يتكال، ما نخليوش المعلم كيتسنى. واش تعطيني شي شريبه؟ انت يهودي وانا مرا سامريه، كيفاش كتطلب مني الماء باش نشرب؟ كون كنتي عارفه عطيه الله وشكون اللي كيطلب منك تعطيه يشرب، اللي كنتي تطلبيه وهو يعطيك من الماء الحي. اسيدي انت ما عندك الدلو والبير غارق، منين غيجيك الماء؟ راه بانا يعقوب هو اللي عطانا هاد البير،
وشرب منها هو وولادو والبهايم ديالو. واش انت عظم من بانا يعقوب؟ اللي شرب من هذا الماء غايعطش مرة أخرى، ولكن اللي شرب من الماء اللي عطيته أنا ما عمره يعطش. والماء اللي كنعطيه واللي فيه عند الماء كينباع حتى للحياة الدائمة. أسيدي أعطيني شوية من هاد الماء باش ما عمرني ما نعطش، وما باقي كاع نعاود نجي نسقي. سيري عيطي لراجلك ورجعي. أنا ما عندي راجل. مزيان قلتي الحق، ما عندك راجل، حيت كانوا عندك 5 د الرجال، واللي عايشه معاه دابا ماشي راجلك. راكي قلتي الحق. كيبان باللي راك نبي يا سيدي. جدودنا كانوا كيعبدوا الله فوق هاد الجبل، وانتوما اليهود كتقولوا بين خاصنا نعبدوا الله في اورشليم. ثقي بيا المراه، غادي تجي واحد الساعه اللي ما غاتسجدوا فيها للاب لا في هاد الجبل ولا في اورشليم. نتوما السامريين ما عارفين شكون كتعبدوا، ولكن غايجي الوقت وراه جا دابا اللي فيه المؤمنين الحقيقيين غايسجدوا للاب اللي في السماء بالروح والحق. الله روح، واللي كيسجدوا ليه خاصهم بالروح والحق يعبدوه. راه هي هذيك المرأة. علاش كيتكلم معاها؟ واش بعدا عارف شكون هذيك؟ كان عراف بين المسيح لابد غيجي، ومنين يجي غايخبرنا بكل شيء. أنا هو. اجيو تشوفوا، راه واحد الراجل قال لي قاعد داكشي اللي درت. اجيو. واش يقدر يكون هو المسيح؟ المسيح؟ المنجي المنتظر؟ ما يمكنش. اجيو تشوفوا، اجيو. يا معلم، كل بعدا شي حاجة. أنا عندي طعام نتوما ما عارفينوش. واش جابوا ليه شي حاجه ما ياكل؟ طعامي هو ندير إرادة الله اللي صيفطني ونكمل خدمته. هزوا عينيكم وشوفوا الزرع كله بيض وموجود للحصاد. شوف شحال ديال الناس جايين لعندنا. واش بشار الانجيل للسامريين تا هما؟ وجا أهل السامرة عند يسوع طالبين منه باش يبقى معاهم ويعلمهم، وبقينا تما يومين وامنوا به بزاف ديال السامريين. شكون فيكم إلا زاد كتر همو يقدر يزيد يام في حياته؟ وإلا ما قدرتوش حتى على الأمور الصغيرة، علاش ترفدوا هم حوايج أخرى؟ شوفوا هاد الورد كيفاش كيكبر، ما يتعذب ما يغزل. راه سليمان في أيام العز ديالو عمرو ما لبس بحال شي وحدة فيهم. ويلا الله كيلبس ربيع الجنان هكا اللي غادي يطرمى في العافية، كيفاش ما يديرش معاكم حسن من هكا؟ يا قليلي الإيمان، قوي إيماننا. لو كان إيمانكم غير قد حبة السانوج وتقولوا لهاد الشجرة اللي هنا تقلعي من هنا وسيري تغرسي في البحر، راه غادي تسمع ليكم. ديما كاين اللي يطيح الناس في الذنوب، ولكن يا ويل اللي يكون السبب.
راه خير ليه يتعلق له حجر رحاف عنقو ويترمى في البحر، ولا يكون سباب ويطيح شي واحد من هاد الصغار في الذنوب. باش يمكن نشبه مملكة الله، راه بحال حبة السانوج خداها واحد الراجل وغرسها في الارض ديالو وكبرات وولات شجرة، كتجي طيور السما وكتعشش في عروشها. ما فهمتش اشنو بغا يقول بهذا الكلام. علاش كتاكل وكتشرب مع هاد موالين الضريبه والمذنبين؟ المذنبين؟ راه ماشي الصحاح اللي محتاجين الطبيب، المرض هما اللي محتاجين، وماشي المتقين الله اللي بغيت نجيب للتوبه، ولكن المذنبين. كون نقدر نمس غير حوايجو غادي نبره. شكون مسني؟ شي حد مسني، حيت كنعرف ملي كتخرج مني شي قوه. أنا سيدي اللي مسيتك. أنا مريضة بنزف الدم هادي مدة 12 سنة. راني خسرت فلوسي كلهم عند الطبا وبلا فايدة. راني مني نقص غير طرف من جلايلك. تم بريت. بنتي، إيمانك شفاك. سيري على سلامتك. شكرا لك. عيط لها بنتي. ايه، واخا راهي بحسب الشرع كانت منقوسة مدة 12 سنة. شاف الله الدل ديالها ورجع لها كرامتها. في الحقيقة ما عرفتش شنو كان كيشفي كتر، واش السلطة ديالو ولا محبته والحنان ديالو. ما تخافوش يا الجماعة الصغيرة ديالي، على حقاش باكم اللي في السماء بغا باش ينعم عليكم بمملكته. بيعوا كاع داكشي اللي عندكم وتصدقوا بثمنه على المساكين، وربحوا مال دايم وكنز في السماء ما كيتقاداش، تما فين ما غادي يتسرق ولا تدخلوا سوسة، حيت فين ما كاين كنزكم تما غيكون قلبكم. لا راكي تشفيتي من مرضك. شوفوا راها تشافت، هذه معجزة. سبحان الله، اجيو تشوفوا. معجزة أخرى. بارك الله فيك يا سيدي، حمدك يا ربي. 18 عام وأنا في هذه الحالة. ما كتعرفيش باللي كاين 6 ايام د الخدمه؟ ايوا اجي تشافي في دوك الايامات، ماشي في نهار السبت. يا هاد المنافقين، واش ماشي كل واحد فيكم كيحل حمارو نهار السبت وكيديم بلاصه العلف باش يوردو؟ وهذه مراه من ولاد النبي ابراهيم 18 عام والشيطان مكتفها. واش ماشي واجب تفك في نهار السبت؟
زانية ما تسواش. زانية. ها المعلم، هاد المرأة راه حصلوها الناس وهي كتزني. راه موسى في الناموس وصانا بحال هادي خاصها ترجم. رجموها. ما مزياناش. زانية. رجموها. زانية. رجموها. واش كتقول انت؟ معلم، عندنا جوج شهود اللي شافوها. اش نديروا لهاد المرأة؟ اللي منكم ما عمره ما دار شي درب يرجمه هو الاول بالحجر. المرأة فين هما هادوك اللي شكاو بك؟ ما بقى منهم حتى شي واحد. حتى واحد ما بقى سيدي. حتى انا ما غنحكمش عليك. سيري دابا وبعدي من طريق الذنوب. بغيت نشوفو. طلع فوق كتافي. واش كتشوفوا دابا؟ يا انا كنشوف ياسوع. هذا كيتحدى الناموس. خرج واحد الراجل باش كيهرس تعليم السبت ومعاش غير مع المذنبين. وعفسوا عليه الرجلين. الا خلينا يدير اللي بغا كاع الشعب غادي يتبعوه، والحكومه د الرومان ما غيعجبهاش الحال ويقدروا يهدموا المعبد. ما طاحش في الارض اللي راويه. وما قدروش هادوك اللي ضد يسوع باش يحصلوه ولا يبعدوا الناس منه، ولكن كانوا مصممين باش ينحيو هداك اللي كيقول باللي هو المسيح المنتظر، ولقاو اللي قبل يخون يسوع. كان يسوع كيمشي بزاف لجبل الزيتون مع التلامذ ديالو باش يصليو، ولكن هذيك الليلة بان عليه مهموم بزاف. مالكم ناعسين؟ نوضوا وصليوا باش ما يقدرش ابليس يغر بكم. يهودا واش راك بالسلام بي يعطي ولد الانسان؟ سيدي عندنا سيوفنا. يلا شدوه. بركه حدكم تما. واش خارجين بالسيوف والهراوات باش تقبطوا على شي شفار؟ ياك كنت معاكم ديما في بيت الله وعمركم ما مديتو يديكم عليا، ودابا هادي ساعتكم وهذا وقت حكام ابليس.
شدوه. يهوذا صاحبو غدرو واحد من تلامذو. كلنا كنبغيو يهوذا وكنتيقوا فيه. حضيوه مزيان. في ديك الليله كانوا العسكر كيضربوه وكيضحكوا عليه. يلا قول لينا شكون كيضربك؟ يلا عارف شكون غيضربك. بركة، قلت لكم بركة، جيبوه للمحكمة. قول لنا واش بصح انت هو المسيح؟ واخا نجاوبكم ما غاديش تيقوني، وإلا سولتكم ما غاديش تبغيو تجاوبوني، ولا إني راه من اليوم غيجلس ولد الإنسان على اليمين ديال الله القادر على كل شيء. يعني انت هو ابن الله؟ انت قلتي. واش سمعتوا واش كيقول؟ اش مشهود باش من الحق كيقول هذا الكلام؟ دابا ها انتم سمعتوا التخريف ديالو. حنا دابا كلنا سمعنا كلامه. هو مذنب وخاصو يموت. ديوه هنا عند الحاكم بيلاطس. عندك الصح ديوه. وهما يديوه عند الحاكم الروماني بيلاطس البونطي. وكان بيلاطس حاكم صعيب، حكم على آلاف ديال الناس بالصوب. مالنا على هذا الصداع، واش باغيين في هذا الصباح؟ هذا الراجل راه منوض الفوضى بين الناس. راه دار فوضى في السوق ديال بيت الله. راه متهمينه كيوصي الناس باش ما يخلصوش الضريبه لقيصر، وكيقول باللي هو المسيح والملك. ملك؟ واش انت الملك د اليهود؟ انت قلتي. ما بغينا حتى شي ملك من غير قيصر. على حسب الشريعه هذا الراجل خاصو يموت، راه كيقول باللي هو ابن الله. هذا الراجل ما دار حتى حاجه يستاهل عليها الموت. ودابا غادي نصوتوا ونطلقوا. إلا برأتيه إمبراطور ما غيعجبوش الحال. صلبوه! صلبوه! انت وانت صوتوا! كاع اللي كيقول باللي هو ملك راه هو ضد قيصر. واش كتسمى بيلاطس؟ قتلوه! صلبوه! راه ما دار حتى شي ذنب. ارجع الله ارجع ديروا الطريق ما تقربوش منه. ارجع الله ارجع الله ارجع ديروا الطريق حازل ليه الله. حيد من هنا تحرك نوض. الصويب يلا زيد
وقفوا الصليب. أبا غفر لهاد الناس حيت ما عارفينش اش كيديروا. ماشي انت المسيح؟ نجي راسك ونجينا. واش ما خفتيش من الله؟ السيد تحكم عليه بحالك وما دار حتى شي ذنب. ما تنسانيش يا يسوع الوقت اللي ترجع انت ملك. نقول لك اليوم غتكون في الجنة معايا. في وقت الظهور وعلى غفلة طاح ظلام فوق الأرض مدة 3 سوايع. باه بين يديك كنحط روحي. سبحان الله، في الحقيقة هذا الرجل كان صالح. وكان واحد الراجل تقي سميتو يوسف الرامي، واحد من مجلس اليهود، وما كانش متفق باش يتصل بالمسيح. مشى عند بيلاطس وخدا من عنده الإذن باش ينزل الذات ديال يسوع ويدفنو قبل ما يدخل السبت وقبل ما تغرب الشمس. اسمح لينا، بغينا نشوفوا الذات ديال يسوع. مرحبا بكم، ولكن يلا حيت قرب السبت يدخل. علاش صلبوه؟ إلا كان يسوع مرسول من عند الله، علاش سمح الله بالموت ديالو؟ حتى أنا سولت راسي هاد الأسئلة. كانت عند يسوع السلطة على أرواح الشر، وحتى من الموتى كانوا كيسمعوا ليه.
واش ما كانش قادر يوقف هاد الشيء؟ 3 سنين وانا تبعاه ورجايه باللي هو المسيح المنتظر، لكن بعد ما مات ما عرفتش اش ندير. هذه قصة كتبكي، لكن الاخر ديالها زوين بزاف. لكن 3 ايام بعد ما تصلب ومات ودفنوه، في الاخر ديال نهار الحد مشيت للقبر انا والعيالات اللي بقاو وهازين معنا الحنوط باش نعطروا الذات ديال الرب. الحجره محيده من بلاصتها. بطرس، يعقوب، يوحنا، سمعوا. الحجر كان محيد من بلاصتو ودخلنا، ولكن ما لقيناش الذات ديال الرب تما. خداو الذات ديال الرب من القبر وما عرفناش فين حطوها. الجنازه ما كايناش، هادشي ماشي معقول. سيروا تما وشوفوا براسكم. ومن بعد ما مشى بطرس للقبر براسو رجع باش يخبر التلاميذ اللي بقاو، لكن انا بقيت تما جالسه حدا القبر حازنه وكنبكي. ما يكونوا غير العسكر اللي خداوه ولا رجال الدين قتلوه وقتلوا رجانا فيه. كون خلاو لينا واخا غير الذات ديالو. المرأة علاش كتبكي؟ خداو الذات ديال الرب وما كنعرفوش فين حطوها. المرأة علاش كتبكي وعلى من كتقلبي؟ سيدي، الا كنتي انت اللي خديتي الذات ديالو غير قول لي فين حطيتيها نمشي ناخدها. مريم. معلم، ما تمسينيش حيت مازال ما طلعتش لعند الاب. راك حي يا ربي يسوع. سيري وخبري خوتي. انت يا رب ما نسيتيناش، الرب ما خلاناش. قوليها ليهم. راني شفت الرب، راني شفت المسيح. واش قام من الموت؟ قام. كيفاش؟ الموت كاع وما غلبوش. ايوا علاش كان خاصو يموت؟ باش يقهر الموت. انا كاع ما فهمت هاد الشي داك النهار، لكن ظهر لينا يسوع بزاف المرات من بعد البعث ديالو وعلمنا على القيامه. سنين طويله قبل من المجيء ديال يسوع تنبؤوا الانبياء ديال العهد القديم في الكتاب المقدس على عذاب المسيح المنتظر. راه نبي إشعياء كتب وقال هو مجروح على ود معصياتنا وتسحق على ود ذنوبنا، تأديب لهنا ديالنا نزل عليه وبالجرح ديالو تشفينا. وكما تنبأ موسى وقال ملعون كل من تعلق في شي خشبة، وملي مات يسوع على الصليب
هز في الذات ديالو اللعنة ديال ذنوبنا اللي الجزاء ديالها هو الموت. وراه ذبيحة يسوع هي للخلاص على ذنوبنا، وبالقيامة ديالو حررنا من الذنوب واعتقنا من سلطان الظلمة واعطانا نجد دايم من الذل والذنوب والعار ديالهم. هاد البركة كان داكشي اللي وعد به الله بني إبراهيم ملي خبروا باللي بسبب الإيمان ديالو الناس كلهم غياخدوا البركة. كاع الناس حتى العيالات. يسوع المسيح سماني بنت إبراهيم، وانتي بنتي راكي غالية على قلبه وبغى يباركك كيما بارك المرأة اللي كتنزف، المرأة اللي شافها بعد سنين طويلة د المرض، وكيما شفاني. ما كاين علاش شي وحدة فينا تعيش في الخوف والعار. ما خصناش نحسو باللي حنا قل من الاخرين. يسوع قال على راسو روح سيدي ربي عليا، اختارني باش نخبر المساكين بالخبار اللي كيفرح، صفتني نخبر المحبوسين باللي غادي يطلق سراحهم والعميان باللي غادي يشوفوا، وباش نعطي الحرية للمظلومين، ونخبر بالوقت اللي فيه غادي يقبل الرب شعبه. يسوع مس حياة الناس وبدلها، والعيالات اللي دلهم المرض شفاهم يسوع. علم يسوع الدراري والرجال والعيالات، الأغنياء والفقراء، المذنبين والصالحين، ورد للناس الكرامة ديالهم بالمحبة والمحنة ديالو، وشفى المرضى وخرج رواح الشر، وحرر الدراري والرجال والعيالات من قيود الشيطان والذنوب، وهكذا بين السلطان ديالو على الأرواح الشريرة. كما بعت يسوع ولاد وبنات من الموت، مبين لينا القوة والسلطة ديالو حتى على الموت. واخا الشيطان والأرواح الشريرة ظنوا باللي غلبوا يسوع ملي تسمر على الصليب، لكن الرب يسوع تبعت من الموت منتصر وقهر بقيامته كاع قوة الشر والموت. ايوا كان هو المسيح. ما كاينش اللي يقدر يدير المعجزات ديال يسوع الا كان هو المسيح المرسول من عند الله، حيت ما كاينش شي واحد من غير يسوع بالرحمة والمحنة والسلطة ديالو يستاهل الثقة والعبادة ديالنا ونعطيه حياتنا. راه ملي خلق الله الدنيا خلق الراجل والمرأة باش يعيشوا قدامه في الهنا، وكانت هذه هي الخطة ديالو ليهم. لكن حنا حيت بنادم ما تيقناش الله وهرسنا وصيته، وهذا الذنب فرقنا مع الله القدوس، وحتى داك الانسجام ما بين المرأة والراجل ما بقاش، وحتى حنا مشينا في معصياتنا لوصية الله. والكتاب المقدس كيخبرنا باللي ما كاينش شي واحد بلا ذنب، ونتيجة الذنوب راه هي الموت والفراق على الله. لكن الله ما بغاناش نبقاو مفروقين عليه وعلى محبته، عايشين في الذل والخوف. وكما وجد الخروف باش يموت في بلاصة ولد إبراهيم، صفت الله يسوع باش يموت في بلاصتنا. الحياة والموت والبعث ديال يسوع كان باش ترجع هاد العلاقة بين الله وبين اللي اختاروا يتوبوا ويرجعوا ليه. وهاد العلاقة جديدة بالله القدوس ما غتساليش بالموت ديالنا. الشفار اللي كان فوق الصليب آمن بيسوع قبل من الموت ديالو بشوية، ويسوع وعدو قال ليه اليوم غتكون معايا في الجنة. وكاع اللي كيدير ثقته في يسوع غينجا من العقاب الدايم باش يكون مع الله في الحياة الدايمة. كيفاش؟ يكفي أننا نآمن به، ولكن كيفاش غيقبلني؟ قبل مريم وقبلني. كيفاش نكون متأكدة؟ ثقي بيه، سوليه،
وتكلمي معاه. ربي با اللي في السما، انت قدوس وصالح، شكرا حيت حبيتيني واخا انا عامره ذنوب. كنشكرك حيت صيفطتي يسوع المسيح باش يحيد علينا لعنة الذنب والعار، وكنشكرك حيت متي في بلاصتي أنا بغيت نتبعك يا المخلص الحي. كنشكرك حيت غفرتي ذنوبي وقبلتيني. آمين آمين آمين. شكرا شكرا. يسوع قال خرفاني كتسمع صوتي وأنا كنعرفها وهي كتبعني. راه كيعرفك رفقة وكيبغيك بزاف. هذا البدو ديال العلاقة كتبقى طول العمر وكتكبر شحال ما تعرفنا عليه وتقنا به كتر. كنكبروا في الإيمان بالطاعة لكلامه، ومنين كنصليو ليه بالإيمان وبالشركة مع اللي عندهم نفس الإيمان، وخاصنا نخبروا الآخرين عليه ونتفكروا شنو قال يسوع. الله يبارك فيكم وينجيكم. أنا راني خديت كل قوة في السماء وفي الأرض. يوسيروا للعالم كله وعلموا الشعوب كلهم وديروا منهم تلامذ وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم باش يعطيو كاع داكشي اللي وصيتكم عليه ويديروا به. وأنا بنفسي غادي نكون معاكم على الدوام حتى الآخر الزمان. آمين.